بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وكل حبايبنا طيبين. رمضان خلص وبنودعه خلاص، والعيد خلاص على الأبواب. كل سنة وكل حبايبنا طيبين في كل مكان. النهاردة بقى هنكمل بقية نواعم العيد اللي هو البوديفور. كلنا بنحب البوديفور وبنحبه يعني بطرق مختلفة، وكل واحد بيعمله بطريقة مختلفة. النهاردة هنعمله بالطريقة يعني تكون معتادة أو كلنا بنحبها، وإن شاء الله تكون نتيجتها مضمونة وأكيدة بإذن الله. معايا نص كيلو من الزبدة، أي نوع زبدة إن انت تحبيه أو تفضليه أو تحبي طعمه اعملي بيه أي نوع زبدة، حتى لو فرن أو كريستال تكون زبدة صفرة. أي يكون زبدة، أهم حاجة إن هي تكون زبدة مصنعة. ما تكونش زبدة فلاحي علشان هتفصل معاكي. أو الزبدة الفلاحي بيبقى فيها خض كتير، فممكن تبقى طعمها مش كويس، أو تبقى يعني تنشف معاكي البوتيفور بعد كده ويبقى مش كويس. معايا ده نص كيلو من الزبدة، عليه كوباية هرمية من السكر البودر، سكر مطحون في البيت عادي. ممكن لو انت حابة ان انت تشتري سكر بودر ممكن تضيفيه تجيبيه. معايا دول 3 بيضات كاملين، وبياض بيضة واحدة. 3 بيضات كاملين بدرجة حرارة المطبخ، وبياض بيضة واحدة. بيضة يعني متوسط الحجم، ما يكونش كبير قوي ولا يكون صغير قوي. يعني 3 بيضات وبياض بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. هنضيف بيضة على الزبدة والسكر، يعني هو هضرب كده. انا بضرب بمضرب يدوي، مش بمضرب كهربائي ولا اي حاجة خالص. يعني لو انت مش متوفر عندك مضرب كهربائي هتعمليه بالمضرب اليدوي وهيبقى نفس النتيجة والله، وهيبقى زي الفل. هياخد منك وقت شوية، لان الزبدة انا كنت مطلعاها من التلاجة. يعني ما كانتش بدرجة حرارة المطبخ، انا كنت مطلعها من التلاجة في الوقت ده. يعني خدت مني وقت شوية. ويعني لو انت بقى عندك طاقة ايجابية شوية كده طلعيها فيها وهتبقي زي الفل. معايا كده حطيت البيض، كمية البيض، كل ما بحط بيضة بقلب كده تقليبة كويسة علشان تختفي معايا البيض. وحاولي ان انت ما تضربيش كتير قوي، يعني يا دوبك البيضة تختفي وبعد كده خلاص. تمام كده، انا ضربت لحد ما البيض بتاعي اختفى. وهنضرب كده يعني ضربتين، وبعد كده هننزل معاه ده حوالي 600 جرام من الدقيق، يعني ما يعادل 5 كوبايات بالمي. الكوبايه اللي انا كنت معايره بقى سكر البودر 5 كوبايات ممسوحين مش هرميين. حطيت عليهم ذره من الملح ونقلب كده الملح في الدقيق. طبعا الملح بيظبط الطعم معاكي، وصلنا عن الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا بنضيف الملح في اي معجنات احنا بنعملها. انا بحط كميه الدقيق بنص كميه الدقيق، ما بحطهاش كلها. وبقلب بايديا بقى. خلاص انا هلكن المضرب كده، اي مضرب او اي عجان تستعمليه. لو انت عندك عجان كهربائي هيوفر عندك الوقت او المجهود. طبعا انا ما بعجنش، انا بقلب بس بشرب العجينه من الدقيق. بحط كميه الدقيق بالتدريج يعني، وبقلب تقليب كده باطراف صوابع زي ما انتم شايفين كده. حطيت ال5 كوبايات من الدقيق وحسيت ان العجينه بتاعتي بتلزق. وطبعا انت ما تحكميش عن العجينه غير لما انت تغسلي ايدك او تستعملي ايدك التانية اللي هي نظيفه، ما تكونش معكوكه في العجينه، علشان تعرفي تقرري ان العجينه محتاجه دقيق او خلاص استكفت كده. العجينة ديت ممكن تستعمليها بالماكينة او ممكن تستعمليها بالكيس الحلواني. يعني العجينة بتاعتي جميلة جدا وحجمها وسمكها زي الفل، مش هتحتاج معايا اي دقيق. انا استعملت كده 5 كوبايات اول حاجة، وبعد كده احتاجت نص كوباية من الدقيق، فضفتها بالتدريج برضو، ما ضفتهاش مرة واحدة. وبعد كده شفت العجينة بتاعتي لقيتها يعني مظبوطة في ايدي، يبقى كده تمام العجينة زي الفل. انا مستعملة الماكينة بتاعت البيتيفور. كان عندي كيس الحلواني اللي هو السيليكون، بصراحة ما كانش كويس معايا خالص وما ادانيش الشكل اللي انا عايزاه. فانا استبعدته خالص واستعملت اللي هو ماكينة البيديفور. طبعا ماكينة البيديفور دي كلها متوفرة عندنا في بيوتنا، ولو مش متوفرة عندك ممكن تعملي بكيس الحلواني. يعني اتصرفي بقى باي كيس حلواني كده واعملي بيه. معايا بقى بعمل بقى الاشكال زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله ما خدتش معايا وقت خالص ولا اي حاجة خالص. في حوالي نص ساعة كنت انا مخلصة نص كيلو من الدقيق، يعني او حوالي 650 جرام من الدقيق. يعني عملتهم في نص ساعة بالظبط، على بال ما سويت وخلصت كان يعني فات نص ساعة بالظبط. كده تمام بقى. خلصت البيتيفور بتاعي، حطيته كده في طبق كده، فضيته على بعضه. وهنيجي بقى وقت التزيين بتاعي. هنزينه بقى بالشوكولاتة، لان الشوكولاتة بتحافظ على
البيديفور ما بتخليهوش ان هو يطرى معاكي. لو انت حابه ان انت تستعملي اي نوع مربى متاح عندك مفيش مشكله، بس يكون التزيين قبل العيد بيوم واحد بس علشان ما يضطريش معاكي البيديفور ويبقى طعمه مش لذيذ او مقرمش كده. طعم البيديفور بتاعي كان مقرمش جدا، لذيذ جدا والله وزي الفل. حاجه كده ما شاء الله بيتي هتوفر معاكي يعني كميه كتيره. نص كيلو من الدقيق رمى معايا حوالي كيلو ونص من البيديفور. يعني شوفي بقى الكيلو البيتي فور بكام بره دلوقتي. يعني هيعادل معاكي اكتر من كمية البيتي فور اللي انت هتشتريها من بره، وهتعملي كمية ما شاء الله رهيبة كده ما شاء الله. انا بقى بزينه كده بالشوكولاتة، حابة انت بقى تزيني بالشكل او الحاجة اللي انت عايزاها دي على حسب الروح على حسب الذوق بتاعك. عندي شوكولاتة فورماسيل، وعندي سوداني مجروش، وعندي جوزة الهند بشرتها برضو او نعمتها شوية في الكبة. النوع اللي انت بتفضليه تزيني بيه ده حسب الرغبة بتاعتك او متاح عندك. الشوكولاتة اللي انا بزين بيها شوكولاتة قابلة للدهن، او بتجيبي شوكولاتة خام وتسيحيها وتحطيها كده تبقى مية مية، يعني تبقى حلوة ومظبوطة معاكي. عايزه اقولك بقى ان البيديفور ده بجد يعني حاجه كده ما شاء الله تعمليها في البيت. ما خدش معايا وقت والله. اهم حاجه ان انت تعمليها بايديكي، وفر معاكي وقت ومجهود وتكلفه. كل حاجه موجوده في البيت، يعني اي نوع زبده متوفر عندك. يعني اي نوع زبده دلوقتي بحوالي 70-80 جنيه اقل نوع. طبعا ممكن تعمليه نص كيلو من الدقيق، شوية سكر بودرة، ممكن شوية سكر تطحنيهم في البيت، كوباية سكر. يعني ما شاء الله مش هياخد معاكي وقت. والبيض يعني الحمد لله ربنا كرمنا ان هو رخص شوية، ممكن تعملي يعني الكمية ديت ما شاء الله تراضي ولادك، وهتبقى جميلة جدا في البيت، وتشكلي كده وتنوعي، وتبقى حاجة ما شاء الله في البيت جميلة. شايفين شكل البيفور بعد ما خلصته؟ بجد تسويته كانت جميلة جدا، وكان شكله وطعمه كان تحفة. شكله بعد التزيين جميل جدا. حاجة كده ما شاء الله، نتيجة مضمونة 100% ان هي تكون ناجحة معاكي من اول مرة ان انت تعملي في البيت وتشجعي. احنا قدامنا يعني وقت كذا يوم لسه على العيد، ممكن تعمليه نص ساعة بس من وقتك هتعمليه وانت واقفة كده، لو بعد الفطار مش هياخد منك وقت ولا مجهود.